أبى أقول لكم عن شغلة، وهاي الشغلة تقريبا أنا أعتبره درس قاعد أتعلمه يوميا. الحمد لله أن الله دائما يحطي لي هاي الأشياء قدام عيني بس علشان أتعلمها وأحس بالنعمة اللي أنا عايش فيها. دائما كانوا يقولون لا تحسد أي إنسان على نعمة ظاهرة فيه. مثلا تشوف شخص الله منعم عليه ثري، تشوف لبسه غالي، ساكن في قصر، عنده سيارة فخمة، فالناس تحسده. ولكن صدق والله ما نعرف شو اللي الله ماخذ من هذا الإنسان. الأمثلة وايد، لكن بس علشان الفيديو ما يطول بقول لكم مثالين. عندنا في الجيم شخص ما شاء الله عليه ملفت للنظر. أول ما يبركن بالسيارة الفخمة عند الجيم، اللبس البراند الغالي، ما شاء الله عليه وسيم، بين عليه ما شاء الله ولد نعمة. أشوفه في الجيم بيني وبينه سلام. مع مرور الأيام استوينا ربع. ففترة من فترات كنا نسولف، كان عادي يفضفض، فاتكلم عن معاناته مع مرض معين. رفع هني التيشيرت كان في سنسر مال اللي هو مال السكر، فرفع شوي الشورت كان في جهاز اللي يبخ الانسولين اللي يعاني سكر. وفوق هذا قال لي سيف أنا كل 6 شهور أخذ لي إبرة قيمتها 90,000 درهم علشان كهربة الجسم. لو ما أخذ هذه الإبرة كنت يمكن ما أقدر أمشي. فسبحان الله غيرت نظرتي. أقول كنا نشوف النعمة الخارجية، لكن الحين عرفت معاناته مع المرض. الرجال قاعد يعاني، ولكن سبحان الله نحن دائما نركز بالمظهر الخارجي والأمور المادية. كل إنسان يعني الله عاطنا وما أخذ منه وايد أشياء. هالسالفة أنا سولفت مع شخص، قلت له في إنسان كذا وهالشيء علمني خلاني أتعلم قيمة الحياة. يقول عندنا واحد في الدوام، يقول هذا مسؤول في الدوام، ولد تاجر معروف لكنه مسؤولنا في الدوام. يقول في يوم من الأيام عزمنا عنده في البيت، ما شاء الله بيته قصر وخدم وحشم. يقول أول ما دخلنا يابلنا في المجلس عنده ولد معاق، ما يسمع ما يتكلم ولا شيء، كان يعني حالته صعبة جدا. فيقول أنا بعد هني أدركت لا نحكم على الناس ظاهريا. تشوف ناس مرتاحين شكليا خارجيا، صحتهم زينة لكن عندهم يمكن مشاكل اجتماعية. ناس عندهم عيال لكن الله يمكن ما مبارك في الذرية، في عقوق في الولد. ما في أي إنسان كامل. فهذه من الدروس اللي فعلا يقول لك لا تحسد أي إنسان على نعمة ظاهرة، وفي نفس الوقت لا تزعل على مصيبة سبحان الله ما تعرف الله شو راح يعوضك عليها في المستقبل. هذه من الدروس اللي أنا صراحة أحمد ربي عليها كل يوم، إني أنا أشوف هاي الأشياء قدامي بس علشان أعرف وأحس بقيمة الحياة والنعمة اللي أنا عايشنها.